بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في الحلقة 12 والتي كانت مخصصة أيضا لاستكمال ما قام به الخائن، يعطيكم أدلة وإثباتات أخرى عن الخائن عادل الربيد. ولكن تواصلوا معي مشايخ أعزاء من صنعاء يحذف المنشور، يعني إحنا بيننا عيش ملح وبيننا. فقنعتهم بأنه أنا لا أتكلم بموضوع شخصي، موضوع يهم المؤتمر، يجب أن تكونوا حذرين حتى أنتم. أعرف دوافعكم القبلية بأنه عيب رجال بيننا عيش ملح معه، هم يعرفوا، وأيضا هم يعرفوا أنه بياع مشتري. وعادهم المشكلة، يعني هو قال لهم اتصلوا وقال لهم أنا خرجت في 5 أيام و6 أيام لأنه والله أخواني رهنوا بصيرة البيت ب10 مليون ريال ودفعوا رشوة للحوثيين، عشان تعرفوا. وهذا قلت له هذا بالله عليك يا شيخ، واحد من المشايخ، هذا بالله عليك يا شيخ يعني تصدق الخبر هذا؟ 10 مليون. أنا شدي لك واحد مسجون ومعتقل يدفع 2 مليار، واحد سأذكر اسمه، في تاجر. الحوثة ما يخرجوا حتى لا شلوا زلط، هم شلوا زلط بس يخرجوه بعد يعني 20 يوم شهر. هذا لقد فيها زلط وفيها. أما عادل الربيد رهنوا البصيرة حق البيت عشان ب10 مليون، هذا كلام موثق، يعني هو خرع على نفسه. قلت له هذا يؤكدوه ما ذهبنا إليه، يعني ب10 مليون الحوثيين خرجوه. شوف على خبر. كان في ضيافتهم. المهم لا نتكلم عن عادل الربيد، خلاص. أنا قد وعدت أنني لا أتكلم، وعدت شيخ عزيز وحبيب بأني أكف عن الكلام عنه، وأنا ألتزم بالعهد. وسنكمل الحلقة هذه في الحديث عن الانفرادي وما حصل لي فيه. الانفرادي طبعا أنا كنت أكتب 50 يوم، دائما أكتب وأنا في صنعاء 50 يوم 50 يوم. وإذا بالأخ نايف النجار حفظه الله ورعاه، هذا الرفيق المؤتمري، يذكرني بأنه يا دكتور 55 يوم 54 يوم. والشيخ أمين راجح أيضا يعني يذكرني. طبعا هذا كلام احنا قبل الحلقات، هم ذكروني قبل، احنا في صنعاء 55 يوم. يمكن ما حسبناهاش احنا مع الضغوط النفسية والحالة والكذا، ما حسبناهاش. 55 يوم فعلا، تأكدت من كلامهم وحسبتها 55 يوم. الانفرادي اللعين هذا ما الذي جرى فيه؟ هو عبارة عن زنازين متراصة، أربع زنازين وأربع زنازين وأربع زنازين. أنا في الزنزان في الأربع الأخيرة التي لا تتصل بالآخرين. كان جواري الأستاذ عبد الغني الهياجم، مهندس محترم خريج العراق، اعتقلوه لأنه في الجمارك اتهموه بأنه ماسك الاي تي حق الجمارك. طبعا اعتقلوا 15 واحد يمكن في هذا الإطار، لأنه اتهموهم بتهمة تسريب الوثائق الدالة على امتلاك محمد عبد السلام أبو فليتة. هذا نشروها بالرأي العام أنه يمتلك شركات عالمية، محمد فليتة. شلوهم كلهم المعتقل، ومن ضمنهم ابن أخوه المعبقي المدير البنك المركزي الحالية في عدن. التقينا معهم في الجماعي. أنا التقيت مع أخ عبد الغني، والأخ عبد الغني أيضا صدفة التقيت معاه في الجماعي. هذا كان جنبي في الإنفرادي في 47، ثم في 48 نقلوه إصلاحات. هم شدوا واحد ثاني جنبنا، أنا في 46 عشان لأنه عبد الغني رجل محترم بكل ما تعني الكلمة. و45 فيها واحد تنظيم القاعدة، و49 فيها واحد طفل يعني لم يبلغ 20 بعد. هذا كان بيشتغل مكان خياطة، واتهمه انه يعني ابتز بنت.
ما ادري شيء قريبة واحد من الحوثيين ولا كذا، ما بتوزع يعني. طيب تودوها الامن المجابرات، شلوا البحث الجنائي، شلوا طيب خرجوه المحكمة، خرجوه كذا، ما بالله جاهل والله بسمع علي من ابناء المحويت. كنا نتكلم بس نتكلم هكذا، وعدهم يجوا يمنعونا لما نتكلم عندما يكون مستلمين مسجلين ولا كذا ولا. الانفرادي اللي كان في التراكمي هذا، كان فيه حسب ما عرفت فيما بعد الهامة الوطنية والمفكر عضو مجلس النواب وعضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أحمد عبد الله العشاري. الزنزانة الانفرادية ما كفت الشيخ أحمد العشاري. نعم نعم. أحمد العشاري كان في الزنزانة في ما كفت، لأنه ما شاء الله وهبه الله جسم كبير، طول في عرض، ربنا يديم عليه الصحة والعافية. هذا الرجل المناضل، الرجل البطل، والله بطل، والله لا أجامل أحد. أنا ممكن مشكلتي أنني أقول الصدق، وشهادتي في مجروحة، لأنه صاحبي وأخي وأستاذي. تخيلوا أحمد العشاري بذلك الطول في الانفرادي هذا اللي ما يكفي، ما كفانيش أنا. كيف أحمد العشاري؟ فخرجوا رجليه من النافذة، في نافذة تحته ونافذة فوق. النافذة اللي تحت واللي فوق هي عبارة عن 30 سم في أقل من 10. المهم خرج رجله هكذا، خرجهن من أجل كفيها زنزانة. تخيلوا كأنه مقيد. هؤلاء اللي أنا أعتب على أمين راجح إنه كتب منشور بعد ما خرج، هو يعني شيء دحل المصايب، عمل منشور إنه والله عاملونا معاملة راقية. وأنا عاتبته واشتغلته شغل ذيك يومها. أنا أقول يا أمين ما وش بالشكل هذا يا أمين، أين عاملونا معاملة هذا طيبة؟ بس هو رجل بطل أمانة الشيخ أمين راجح ونعم به، لكن قد الجماعة هم ما خلوه حد حاله. أحمد العشاري كان في الزنزانة هذه، طبعا أنا للتاريخ أشهد، دفع ثمنا من أجل هذا الوطن، دفع ثمنا باهظا. الضغط ارتفع عنده ليس خوفا، والسكر ارتفع إلى 450، لأنه مش قادر ينام ولا قادر يعني يجلس في الزنزانة هذه الانفرادية. متر في كم متر شوية. أحمد العشاري الله يعطيه الصحة طويل، فالضغط ارتفع عنده، والسكر 450 يعني كبير يعني. بعدها يمكن ما رحموه أحمد العشاري، هم ما رحموه، هم خايفين انه يموت. وبعدين يعني عادهم كان شوية، عادهم عاملين شعرة معاوية مع المؤتمر، وفي رجال يتابعوا الأمانة، رجال يتابعوا، ولا كانوا عينهم. بس ارحم الراحمين ما أراد. المهم الانفرادي هذا اللي حصل فيه، أنا خلوني اتصل، شوف كل واحد يدخل المعتقل، أنا لاحظ اللي يدخلوا ويخرجوا، يطلعوا طالع، كان يخليهم يتصلوا بأسرهم كل رابع يوم، كل خامس يوم. أنا ما خلوني اتصل إلا في بعد 26 سبتمبر، تقريبا بعد 11 يوم 12 يوم. ونزلوا من الملثمين، لثموني طبعا مش ملثمين، أنا ملثم، أنا مغطى العينين. اتصالات، اتصلوا بابني، كلمت ابني، هم يسمعوا حقيقة يسمعوا. هذا أبو الكرش اللي هو عينها. هذا الأنساه، هذا المجرم. تصوروا ماذا قال بعد ما كملت له. أنا لا أعرف إنهم جنبي، استغربتهم هم كتفوني. طبعا في هذا مش طالع، هذا الاتصال حصل تحت في الانفرادي، يأتوا بصاحب الاتصالات للانفرادي. بعد يمكن حوالي 3 مرة فتحوا العينين، كنت أخرج أتصل طبيعي ما بدون عينين. لكن المرة الأولى والمرة الثانية كانوا محققين موجودين، وعرفت من خلال كلامهم. هذا نزل الأخ أبو كرش، هذا نزل بعد ما كملت الحديث مع ابني، قال لي يا دكتور، أنا طبعا لاحظت حقه الكرش هذا. طبعا أنا بعدين شفتها عيان، أنا أشرح لكم إن شاء الله قادما.
كان امامي مباشره فكنت اشوف الكرش كبير هذا، يقول لي بالله راجع نفسك. هذا بعد التحقيقات السابقه يعني 12 يوم اشتغلنا شغل فيها. راجع نفسك، احنا نعمل لك، احنا نسوي لك، واحنا كذا وكذا. امامك خيارين، اما ان تتعاون واما ما ينفعش الانكار، ما ينفعش احنا فاهمين واحنا كذا. هذا ما هوش في التحقيقات، هذا في تحت يكلمني. وبعدين قال لي انت تشي تخرج، احنا نخرجك. مروه طبعا بنتي مروه لا يوقع لها شيء، لا يوقع لها كذا، لا يوقع لها، اقسم بالله وكتاب الله والذي خلق السماء بغير عمد هذا النجس لا يوقع لها شيء. هذا الكلام هو طبعا التهديد كان مبطن. مروه كرر مروه وداه اخت اسمي الثانيه، يعني كذا لا يوقع لها شيء، يعني تهديد واضح. يا جماعة الله العظيم إني من هذيك اليوم بدأوا يهزوني. صح أنا اهتزيت، لأنه كنت أقول هؤلاء مجرمين يصيروا يعملوا حاجة بالبنت ولا يعصبوا لها ناس ولا كذا ولا كذا ولا، يعني أنا ما بعد هذا ب 12 يوم ولا كذا. ومع ذلك كان صامد أقول الله معهم، الله معهم عيالي، الله معهم. وفعلا لم يحصل إلا في يوم 47، يوم 47 من الاعتقال طلعوا لي طالع وبدأوا يقولوا سنخرجك. المؤتمر طالب بك، المؤتمر طالب بالآخرين وأنت يا دكتور ما طالب بك. قلت لهم مش معقول، حلفوا حرام طلاق. هؤلاء يقول لك والله العظيم انهم كذابين، لا هم لا مسيره ولا دين ولا كذا. قلت انا يعني صدقتهم بحلفانهم كذا، لكن احنا نخرجك انت فلان، انت كيف الا انت ليش فلتوك انت وحدك؟ تمام. المهم الله بخرجك خلاص. ما هو المطلوب؟ المطلوب تعمل تعهد. حاضر انا اشي اخرج امانه، لان نفسيتي غير متعبه بسبب ابنائي. ابني علي على وشك التخرج من الجامعه، بنتي في ثالث ثانوي، وابني تخرجه كان يعني كلمني بالتلفون وانا اتواصل معاه يقول لي يابا انا بحفل التخرج. يا جماعه لما حسيت ابني يتخرج ويحتفل ويحتفي وابوه في معتقل الحوثيين الجبناء، قلت اخرج وامشي لي خارج البلاد، اخلي ابني يختبر واخرج. خلاص وصلنا الى مرحله لانه صدقتهم من المؤتمر ما طالب بيش. بعدين قالوا طيب ليش المؤتمر ما طالب بك يا دكتور غريبه؟ شوف ها هناك ما في معاهم هم اوفياء. قلت لهم لعل في ذلك خير، انا اظن كنت متماسك، لعل في ذلك خير. قالوا لا كيف انت معك من يكرهك من المؤتمر؟ من القياده من اللي يكرهك؟ قلت له ما حد يكرهني، لا بيكرهوك ما اختاروكش انت، الاسماء كلها ادوا لنا الا انت. انا طبعا قلت لهم فكرت هكذا، قلت الشيخ صادق يمكن الشيء يربيني يخليني فتره للامانه. وكلمت الشيخ صادق هذا بعد خروجي يعني، قلت لهم ممكن الشيخ صادق ما حد يكرهني، لكن الشيخ صادق الشيء يربيني. ما ذكر اسمي بعد حلفانهم، حلفان منهم ثلاثه كانوا تقريبا. يا انت عادك مصدق، حرام طلع حرام. المهم كذابين يعني. انا صدقت الامانه صدقت. قلت والله شو بخريك. المهم والله احنا ما يمكن، احنا ضد الظلم، لا يمكن ضد الظلم. كيف الا يطالبوا كلهم الا انت؟ قلت الجماعه الظاهر صاحيين ضميرهم وانه الان خلاص ما ضحكوا علينا يعني في النهايه كذابين، طلع كله كذب، كل شيء كذب. قلت لهم الشخص هذا الشيء ربيني، لانه كان يعني من الكتابه لا تكتب، لا ده يا هداء يا دكتور هداء يا دكتور. قلت لهم وانا خالفت اوامره فمن حقه ان يربيني تنظيميا، لانه انا خالفت التوجيهات. ما قدرنا نسكت لانه ظلمكم زاد وتشبيهكم زاد لقيادة نور الوزراء، واحنا يا اخي ما نسكتش حتى لو زعل الشيخ صادق. فالامر طبيعي. لا تم خرجك، عمل تعهد. ايوه ما هو التعهد هذا؟ والتعهد هذا انك تكون معهم في جهاز المخابرات. قلت لهم ارفض هذا. حاولوا قلت لهم ارفض هذا لو اسير راسي. طبعا في التحقيقات الاولى لن اذكرها كثير من التحقيقات، وانه قالوا عزيز والله لا ما تشوف الموت، تشوف الموت. قلت لهم دحين ما عاد تخوفوناش، خلوني اجلس هنا 10 سنين في معتقلكم.
خلوني أموت، والله أقسم بالله قلت لهم خلوني أموت. كنت صامت حتى بعد تهديدي ببنتي ونسائي، خلوني أموت. قالوا عتموت، ما عتموتش، حنخليك تتمنى تموت، تتمنى تموت. وفعلا يعني التهديدات اللي كانت حاصلة في المعتقل تحت. أعود للتعهد هذا، التعهد هذا طبعا هم ضحكوا علينا فيه، وعلى أساس إنه تعهد إنه خلاص لا نتواصل مع المرتزقة، قلنا لهم حاضر. لا، قلنا لهم من المرتزقة، كيف نقول هنا يعني كأنه اثبت علينا، احنا تعاملنا مع المرتزقة، تواصلنا. قالوا هم قالوا التواصل، هم تواصلنا، بس أنتم في نظركم هم مرتزقة، جمال حميري فلان 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 هذا مرتزقة، فممنوع التواصل معهم. قلنا لهم حاضر حاضر، بس ما تخلوه عائمة إنه المرتزقة في الخارج. منهم طيب قالوا سامي القوسي وجمال الحميري، انت اللي معك كل شيء يثبت انت لما ايوه. طيب خلوه احنا نحدد سامي القوسي وجمال الحميري. ما بالله خلوها عايمة. هذا طبعا بعد ذلك انا طلبت بالغاء هذا، وكلمت مدير المعتقل، وكلمت اللي قابلنا في قبل خروجنا باسبوع، قال هذا ملغي. قلت له تحت التهديد تحت الاجبار، لانه حتى اللي يطلعك لطالع للتحقيقات يقول لك ما بالله تعاون، ما بالله اسمعني، خرج خارج لك ودي لهم اللي يشتوه، ما تدي لهم اللي يشتوه، قلت له ما عندي شيء اديه. وهذا اللي هددني ببنتي ايضا، يقول قلت له طيب يا اخي ما فيش، هو ذا الكلام اللي انت في التحقيقات الله يحفظك، ما فيش معي خير الخبر هذا. قال لي لا 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 والله، قال لي هكذا بالحرف، قال اعطنا ما يخفى علينا، يعني وسنعطيك يعني نصلح امورك وندي لك كذا ونخليك ملك. طبعا بعد صاحب التهديد بالبنت واختي، يعني بنفس اللحظه، هذا كلام مش في التحقيقات، هذا تحت ما يخفى عليكم. قال لي لا 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 ما يخفى علينا، صاحبك. قلت لهم من صاحبي؟ قالوا غازي ابو راس. هذا طبعا تحت لله وللتاريخ، وممكن هو كاميرات كلها تصور كل شيء مصور صوت صوره، وسيخرج هذا الكلام يومها. يا جماعه قال لي خلاص جيش هانك لا ما تخيس. قلت له ما عندي شيء، نفس الكلام اللي اديته نفس الكلام اللي انا اكلمك فيه، وما في التهديدات وهذا الكلام كله. قال خلاص خيس هانك، كما قد راجعت نفسك معك المستلمين وكلمهم قلنا شوفوا اذا هذا الشخص راجع نفسه وطلبنا بلغونا. انا طبعا لا بلغتهم ولا طلبتهم ولا شيء، ظليت حتى يكتبوا الله في امري ما يريد، الى ان طلعونهم بعد شهر والتحقيق على عدن، شرحتك عدن، تحقيقات كثيره ما فيش داعي نذكرها لانه حتى لا نطيل. و هذا الانفرادي، وكنا طبعا في الانفرادي بعدين هم طلعونا انا، وكنا انا الشيخ احمد العشاري كان تعب فعلا، كان يكاد ان يموت، وهم يلا تلافوه شويه طلعوه مؤخرا. فخرجنا من المعتقل بعد ذلك، يعني من الانفرادي الى الجماعي بعد 55 يوم. انا والشيخ عمر راجح والاخ العزيز نايف النجار حفظه الله ورعاه، والاخ حرمل حفظه الله ورعاه، طلعونا وكنا واحد بعد الثاني واحد بعد الثاني واحد بعد الثاني، حتى اول يوم اقابلهم منذ ايش دخول المعتقل شالين البطاريات معنا، تذكر ان البطاريات كانت معنا على اساس انه طالعين. انا كنت فاكر انه فراش، بعدين استغربت ايش البطاريات، طلعنا بعدين جناح، وزعونا على اجنحه متعدده، من راجح وده جناح، والاخ نايف في جناح، وهم عندهم اجنحه محدده كل واحد بعيد عن الثاني، والاخ حرمل ما أنا عارف يعني من بده، وانا ودوني الجناح اللي فيها يعني حصل ناس لا بس بهم، وسأتحدث عنهم من هم وما هي
تهمهم الكيدية وظلمهم الذي لا يرضي الله ولا رسوله. والله مظلومين، والله مظلومين، والله مظلومين. سأتحدث عن ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.